يعني من بعد كاس افريقيا، بعد داك الصمت الطويل، كان خرج الاعلام الفرنسي وقال بان والد الركراكي قدم الاستقاله ديالو. خدينا الخبر على الاعلام الفرنسي، داولناه في مواقع التواصل الاجتماعي، في المواقع الالكترونيه، في المنابر الاعلاميه. شنو كان الرد ديال الجامعه؟ هو النفي، بان والد ما قدمش الاستقاله ديالو. من بعد اجتهدنا واجتهدوا الزملاء وخرجوا خبر ديال ان وليد كراكي ولا الجامعه تقبل استقاله والد كراكي. خرجت الجامعه الملكيه المغربيه في موقف ثاني وبلاغ ثاني ونفات الخبر وقالت بانه ما كاينش، يعني ما قبلاتش الاستقاله وما كاينش الاستقاله. من بعد خرجنا خبر ديال وهبي مدربا للمنتخب الوطني بشكل رسمي. خرجت الجامعه من بعد وقالت ما كاينش هذه الهضره، ولم تتعاقد الجامعه مع اي مدرب للمنتخب الوطني. ما الذي حدث بعد ذلك؟ هو كل داكشي اللي نفاتو الجامعه اكدته في الحفل اللي نظمته البارح. نفات بان والد غادي يمشي ولا قدم استقاله، فاذا بالخبر صحيح، وتكلم الوالد البارح على انه قدم الاستقاله ديالو والمنتخب خاصو نفس جديد. نفات بان وهبي مدربا للمنتخب الوطني البارح، اكدت بان وهبي هو مدرب المنتخب الوطني. يعني كيفاش مؤسسه جامعه ملكيه المغربيه لكره القدم تنفي ما هو صحيح وهي عارفه بان من بعد هي غتاكد داكشي؟ يعني ملي كيجتهدوا الصح ما بقاش حتى في العمليه ديال التواصل انهم كيعطيوك المعلومه. حتى ملي كتجتهد وكتمشي تقلب على المعلومه بالمصادر وكتدار باش تجيب المعلومه، فالجامعه كتبغي تردك من خلال النفي انك نشرتي خبر كاذب ولا معلومه غير صحيحه. وبعد ايام كتولي هي تؤكد داكشي اللي انت قلتي. طبيعي ان نقولوا الاعلام ضعيف في هذه المواقف، مثل هذه المعامله، مثل هذه المؤسسات اللي المفروض انها يعني تخلي الثقه بينها وبين الصحفيين. فالجامعه عارفه راسها ان داكشي اللي كانت فيه صحيح، وعارفه بان داكشي اللي كيخرج صحيح وما ينشره الاعلام صحيح، ومع ذلك تنفي. فات بالمقال الاول ونفات في البلاغ الثاني ونفات في البلاغ الثالث، وكل شيء داكشي اللي فاتوا بالامس اكدته في حفل تكريم والد الكراكي وتنصيب محمد وهبي. محمد وهبي مدرب المنتخب الوطني. يعني على ما خصو يتلقى لهم؟ واش على الصحفيين اللي كيجتهدوا كيضربوا كتجي الجامعه كتضرب لهم كلشي في الزيرو، ولا على الجامعه اللي ما باغاش تواصل؟ واكثر من ذلك ماشي ما باغاش تواصل، تنفي ما هو صحيح، تنفي المعلومه اللي انت اجتهدتي فيها وجبتيها. يعني الجهود ديال الاعلام باغا تضربوا كامل في زيرو.